السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد على مدرستكم الإلكترونية مدرسة تيوب. مدرسة تيوب بتقدم منهج المرحلة الابتدائية بشكل مجاني، وتقدم كل ما يهم الأسرة والطفل، وتقدم معلومات هامة لناشري الفيديوهات على اليوتيوب. والنهاردة معانا وصفة مختلفة شوية عن التقليدية اللي احنا متعودين عليها. معانا كباب حلة بس بالفراخ. انا معايا كيلو من الفراخ البانيه او اللي هي متقطعه شرايح، الصدور بتاعتها متقطعه شرايح. جبت المقص بتاعي عشان استخدم المقص في التقطيع. المقص كمان كأداة بتعتبر أداة سهلة في التقطيع، وما بتوسخش اي مكان، وبتنجز بشكل سريع المهمة اللي انا عاوزاها. بجيب الحلة بتاعتي اللي انا هقطع فيها الفراخ البانيه. الكباب الحله معروف ان هو بيتعمل باللحمه. النهارده احنا هنقدمه كوصفه بالفراخ. هتكون اخف واسهل واسرع في التسويه عن اللحمه. هنعملها بشكل سهل وبسيط وسريع، مش هتاخد معانا اي وقت خالص. ادي الفراخ البانيه بعد ما قطعتها شرايح بالمقص زي ما وريت لحضراتكم، وحطيتها في الحله. ده كيلو. الكيلو ده هحط عليه قد ايه بصل؟ هحط عليه الكميه اللي انا عاوزاها. عايزه اقلل البصل، دي حاجه ترجع لي. عايزه ازود البصل، دي حاجه ترجع لي. بس انا كل ما زودت البصل كل ما كان اولا بيدي طعم احسن. كمان انا بوفر، انا بعمل كميه كبيره. ده حوالي 6 بصلات كبار، يعني حوالي يعني من 600 جرام ل 750 جرام بصل. حوالي كيلو الا ربع بصل تقريبا. بقطعهم كده انصاص، وبعدين هقطعهم شرايح رفيعه. يعني كل نص كده هاخده هقطعه شرايح بشكل طولي زي ما انتم شايفين. منظر البصل بعد ما قطعته شرايح طبعا بتبقى كميه كبيره، لان انا بقطعه رفيع. ويفضل لو حد عنده كبه ان هو يستخدمها في التقطيع، لو ما عندوش يقطعها على ايده، ما فيش اي مشكله. بنحط البصل على الفراخ اللي احنا قطعناها شرايح. سمك الشريحه حوالي 2 سنتي. بنبتدي نحط البهارات اللي احنا عايزينها. هنا حط انا ملح وفلفل. ممكن نحط جنزبيل، ممكن نحط قرفه، ممكن نحط لو احنا ممكن نستبدل الجنزبيل والقرفه ببهارات الفراخ اللي بتبقى جاهزه عند العطار. ممكن نحط زعتر، ممكن نحط حبهان، اي بهارات. ممكن نحط قرنفل مطحون. اي بهارات بتفضلوها حطوها في الوصفه، هتمشي معاكم كويس جدا. حطيت الوصفة، حطيت البهارات وقلبت كل المكونات مع بعضها، وعلشان التتبيلة تمشي في كل أجزاء الوصفة، سواء كانت في البصل أو في الفراخ. وصفة الكباب الحلة يا جماعة بتعتمد إن أنا ولا بسلقها ولا بشويها. هي بتعتبر ابتدي ان انا احطها على النار، على نار عاليه في الاول في لمده 5 دقائق. ابتدي ان انا اقلب تقليب مستمر علشان اديها عمليه صدمه، ان هي يعني تحفظ السوائل اللي جواها، وتفضل اللحمه بتاعه الفراخ عندي طريه. فتبقى النار عاليه جدا في الاول. ابتدي ان انا اقلب كويس قوي لمده 5 دقائق كل المكونات مع بعضها. هلاقي الفراخ بتاعتي زي ما انتم شايفين بدأت ان هي تاخد اللون الابيض، ان هي داخله على السوا. بنبتدي بقى ان احنا نخفض عليها النار، ونغطي الحله ونسيبها لمده 10 دقايق. زي ما انتم شايفين هنا بتدي هي صوص لوحديها، بتدي ميه، بتدي البصل بقى ينزل ميته، بيدي صوص لوحده من غير ما نضيف ولا نقطه ميه تماما، ونسيبها خالص على الهادي تكمل سوا. ممكن تحتاج مننا ميه او ممكن ما تحتاجش. هنا انا حسيت ان هي ميتها نقصت ومحتاجه شويه ميه، فانا كنت غاليه حوالي نص كوبايه لتلت ارباع كوبايه ميه، وضفتها على الوصفه علشان تكمل سوا. لو انا عملتها على نار هاديه خالص ممكن ما تحتاجش مني ميه، فدي على حسب، ممكن تحتاج ميه او ما تحتاجش ميه على حسب النار اللي انا مستخدماها في التسويه. هنا انا زودتها ميه زي ما قلت لحضراتكم، وهحطها على النار لمدة من 5 ل10 دقايق عشان تكمل سوا مرة تانية. المرة دي بقى أنا عليت النار لأن كمية السوائل اللي موجودة في الفراخ أصبحت كمية كويسة، وأنا مش قلقانة إن أنا الفراخ تتحرق مني نتيجة إن أنا السوائل عندي في الحلة قليلة. وده كان منظرها النهائي بعد ما استوت. الصوص بتاعها تخن وبقى طعمه روعة، وتخن لوحده يا جماعة، من غير دقيق، من غير اي مكون، من غير نشا، من غير اي مكون اضافي. جربوها هتعجبكم. ممكن تقدموا جنبيها طاجن رز بالخضار، هتلاقوه عندنا على الشاشة، هتلاقوه عندنا على القناة. او ممكن تقدموا كمان جنبها مكرونه. زي ما تحبوا تجربوها لكم الحلقه توصل لاكبر عدد ممكن من. وبعد ما تعملوا سبسكرايب دوسوا على الجرس عشان توصل لكم كل الفيديوهات الجديده بمجرد نزولها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.